اهلا يا برج الحوت، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل ايه مختلفه شويه. هنشوف ايه نوع الشعور اللي احنا بنعاني منه الفتره دي او مضايقنا شويه الفتره دي، وايه الذكر اللي احنا نقوله عشان يطهر المشاعر دي. هنقسم القرايه العشريات عشان نجمع اكبر عدد من الناس واكبر عدد من الطاقات، ونبتدي يلا بالعشريه الاولى. يلا العشريه الاولى، ايه نوع المشاعر اللي بتعاني منها في الوقت الحالي. عشرية الأولى الذكر في الأمور تكون مشاعر. يلا بينا. مش عايز تنزل لي، استنى بقى نختار انا. هو الله. ماشي. بصي يا برج الحوت، وضع العشرية الأولى واضح ان انتوا في لسه بتتعلموا حاجة جديدة، بتعرفوا حاجة جديدة، بتقروا عن حاجة جديدة، بتخطوا خطوة في العمل مهمة بالنسبة لكم. بس ممكن قاعد بتراقب حاجة، بتبص على حاجة. ممكن انت متسرع ملول، حتى خصوصا في العلاقات. بس فده كله جاي من السولار شاكرا او شاكرا الضفيرة الشمسية، ان هي مخزنة بغضب وعند وتوتر. مشاعر الايجو عندك قوية اوي يا برج الحوت. انت محتاج تطهرها وتنظفها. مشاعر الايجو دي اللي هي المشاعر الدنيوية، اللي هي العند، الكبر، التسلط، السيطرة، التحكم، الغرور، الأنانية. مش لازم يبقى عندك كل دوت، بس ممكن عندك بنسب متفاوتة. بس الأكترية اللي طالع ان انت، ده اللي بيطلع ان انت عليك انك بتمل بسرعة، بتزهق بسرعة، بتبقى متسرع ملول، مش عارف ممكن تقول كلمة تبوظ الدنيا، تضايق اللي قدامك، فاهمني؟ فانت محتاج تقول في ذكرين محتاج هما اللي ينزلوا لك. ذكر هو الله، هو الله مش الله بس، هو الله. تقولوا كده وتحسوا وتبتدي ترددوا هو الله، خصوصا لما تبقى متعصب ومتنرفز عشان يطهر الضفيرة الشمسية عندك. والذكر التاني اللي هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ليه بقى؟ اهم حاجه في الاستغفار ان انا احط نيه، ان واعترف قبل ما احط النيه، اعترف ان انا ظلمت نفسي لما جيت عليها، ظلمت نفسي لما غضبت، ظلمت نفسي لما اتعصبت، ظلمت نفسي لما قبلت على نفسي حاجات ما كانش المفروض اقبل بيها. هو نوع من انواع مسامحه الذات كده شويه، ان انا بستغفر على ان انا ظلمت نفسي، لان انا لما اظلم نفسي ده نوع من انواع الذنوب برضو، لان ربنا ما خلقناش عشان كده. ففي حاجات بنعملها بوعي او بدون وعي مننا. فنبتدي ان انت تحط، ان تعترف الاول انك ظلمت نفسك. ايوه انا ظلمت نفسي وجيت عليها وقبلت الهوان عليها وهكذا. تاني حاجة، تحط نية في نية الاستغفار انك هتطهر القلب بتاعك وكل المخاوف، هتطهر المخاوف من كل جسمك وخلايا جسمك، وان انت هتتخلص منها تماما. اهم حاجه تحط نية المخاوف، ماشي، وتبتدي تستغفر، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، وترددها وانت فاهمها وانت حاسسها بقلبك اكتر من انت بترددها بشفايفك وخلاص. تمام؟ فانت عندك حاجتين، الاستغفار وهو الله، هو الله. تمام. انا بحب اعملهم عاده يعني 100 مره بعد كل صلاه. شوف انت تحب تعمل، ممكن تحب تعملهم الصبح، ممكن تحب تعملهم قبل ما تنام، براحتك يعني. بس اهم حاجه ما تقلش عن 100 مره كل واحده. تمام؟ ماشي يا برج الحوت. تعالوا نشوف بقى العشريه التانية عشان احنا طولنا قوي. العشريه التانية برج الحوت ايه؟ شغل يعني انت محتاج يا برج الحوت، واضح ان انت محتاج العشرية التانية ان انتوا تموف اون من حاجة، تتخطوا حاجة. ايه الفكرة اللي يخليكم واضح ان في كسرة قلب،
قلبك مقفول، زعلان، محتاج تتخطى حاجة، مش عارف، ممكن علاقة، ممكن ايا كان يعني، بس انت قلبك مكسور قوي ومحتاج تمشي، محتاج تحس بالسلام شوية. فنزل لك وانت ماشي من مكان واخد 3 جروح وسايب في المكان ده 3 جروح، سواء مكان، سواء شخص، سواء مدير، سواء صديق، whatever يعني، مش فارقة. فانت عندك دلوقتي نظرة سلبية تجاه ذاتك، عندك قلة تقدير لذاتك، عندك مخاوف كتير، ممكن عندك كمان مشكلة في نظرتك لنفسك كجنس معين، راجل أو ست، ومشكلة أو غلط في نظرتك للخطأ، يعني في نظرتك للجنس الآخر. فانت محتاج تطهر الحتة دي باسم الله، بس الله تكررها وتحط النية على تطهير من الحاجات دي. وعشان تطهير القلب والحلق، عشان انت واضح انك مش عارف، ساكت، حزين، مش قادر تعبر عن نفسك بشكل صح الفترة دي، وحاسس ان انت مقفول وقلبك مقفول، وعشان تعرف تتخطى المرحلة دي وتموف اون، محتاج انك تقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام، هي دي اللي انت محتاج ترددها وتبقى الذكر بتاعك الفترة دي. ممكن تقولها 100 مرة بعد كل صلاة، او قبل ما تنام تقعد كده وتقول الذكرين دول، يعني شوف انت وقتك يسمح ايه، عشان بس المهم انك تعملها. تمام، يلا نشوف العشرية الثالثة لبرج الحوت. العشرية الثالثة لبرج الحوت. الذكر اللي ظهر من عشرية الثالثة لبرج الحوت. الذكر، بص انت واضح ان انت في حاجة تعباك قوي، ان انت بتبص للديتيلز بشكل بتجيب الخطأ، يعني بتجيب الغلطة فين، انتقادي، مركز قوي في حاجة صغيرة وسايب كل حاجة تانية، يعني معناه ان انت مركز في الحتة الغلط. ممكن تقعد كتير عشان تعرف تعمل بلاننج لحاجة او تخطيط لحاجة، ما بتبقاش عارف. حاسس ان استحقاقك قليل، قاعد متوه كده ومركز في حاجة. انت محتاج اول حاجة تسامح نفسك، تاني حاجة تطهر الحلق بان انت وقاعد ساكت وفي حالك ومركز في حاجة منمنمة كده وخلاص، وعندك شكوك تجاه ذاتك وتجاه الاخرين، وبتبص للديتيلز وممكن تبص لاتنين مثلا واقفين بيتكلموا فتفتكر ان هما بيتكلموا عليك، عندك شكوك ومخاوف كتير. فانت محتاج تردد ذكر الله الحي، الله الحي، مش اقل من 100 مرة في اليوم. عشان بس انت كمان عندك مخاوف كتير من المستقبل وقلق وافكار سلبية كتير وافراط في التفكير. تمام، ممكن الموضوع ده بيعمل لك illusions ملهاش اي اساس من الصحة، فاهمني؟ فانت محتاج تقول الله الحي وحسب الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دول كده تحط نية انك تتخلص من مخاوف، خوف من المستقبل، القلق، الافكار السلبية، ضيق الصدر والافراط في التفكير، ورفع، وتحط نية انك هترفع استحقاقك وهتعرف تعبر عن نفسك بشكل صح وهتعرف تعمل بلاننج صح، وتبتدي تردد حسب الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والله الحي. تمام، دي 100 مرة ودي 100 مرة. تمام، المهم انك تعملهم، يعني انا عادة بحب اللي هو 100 مرة بعد كل صلاة او اردهم وانا واقفه بعمل حاجه، بس لازم تحس الحاجه وتحط النيه عشان يبقى ليها تاثير عليك، فاهمني يا برج الحوت؟ يلا قولوا لي رايكم ايه في التعليقات في القرايه دي، واذا كنتوا تحبوا ان انا اكررها كل اسبوع بحيث ان احنا نعرف كل اسبوع ايه الذكر اللي احنا محتاجين نردده عشان نطلع كده من رمضان لينا في فرصة تانية وفيس تانية في الحياة كده ونستقبلها بكل حب. فقولولي كده في التعليقات عايزين تعملوا ايه. تمام، يلا باي باي.